قايمة لأقدم وأرخص 4 مطاعم شعبية بتعمل المشاوي في الرياض. ونبدأ بأول مطعم ومن شارع الخزان تحديدا، مطعم منيرة الأحمد، واحد من أقدم المطاعم في الحي واللي بيقدم المشاوي بقاله فوق ال 40 سنة، وسعر النفر 18 ريال، وتقريبا السعر ده مش هتلاقوه في الرياض كلها غير في الشارع ده. والمشاوي عندهم تتبيلتها جميلة، بس ضروري تجربوا الطرب عندهم، نسبة الدهون فيه موزونة وفعلا يستاهل التجربة. وتاني مطعم وجنبه على طول شواية محمد، ده بقى أقدم مطعم في الحي، عمره فوق ال 50 سنة، والمشاوي عندهم تتبيلتها جميلة قريبة من المطعم اللي قبله، حتى الأسعار نفسها 18 ريال. وكمان اللي شغالين في المطعمين سوريين. وفي ثالث مطعم هننزل الصناعيه القديمه عشان نجرب مش بس اقدم مطعم في الحي، ده اقدم مطعم في الرياض كلها، كباب ابو حسن العلاوي. والعم ابو حسن ربنا يديله الصحه موجود بنفسه من وقت تاسيس المحل، وسعر النفر هنا 22 ريال. واكتر حاجه هنا عجبتني اوصال الدجاج، والمطعم ده هتحس بالعراقه بمجرد ما تدخله لان اغلب زباينه من جيل الطيبين. واخر مطعم معانا مطعم زمان الخليج، مطعم موجود في حي النهضه بقاله فوق ال 40 سنه، واللي شغالين فيه مصريين كانوا في العراق. وهنا هتاكل اجمل كباب عراقي ممكن تاكله في الرياض كلها، وسعر النفر هنا 20 ريال، وبيتقدم معاه الخبز العراقي. والمطاعم دي انت مش بس بتستمتع بالاكل، انت بتستمتع باجواء المكان والناس الطيبه اللي موجوده. واوعى تفوتك استكانه الشاي من عندهم. وبكده نبقى عملنا لكم